طابت أوقاتكم بكل خير أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الفترة من إذاعة من الفضائية الإريترية، والنشرة المفصلة للأخبار المحلية والعالمية. مزارعو دباربا ينشطون في الحراسة الجماعية. دعوة لتجنب حوادث الدراجات الهوائية في إقليم عنسبة. إقامة سباق الكيلومتر ضد عقارب الساعة في بطولة إريتريا. مدريد تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي احتجاجا على تصريح مناهض. بوتين ولوكاشينكو وقادة آخرون في اجتماع المجلس الاقتصادي الروسي. الهند تسعى لحل دائم للنزاع الحدودي مع الصين. إلى التفاصيل. تشير التقارير إلى أن أنشطة الحراسة الجماعية التي تقوم بالتعاون ما بين مؤسسة المواشي والقلال وإدارة مديرية دباروا لدعم أسر الشهداء وأسر منتسبي الخدمة الوطنية تساهم في رفع الإنتاجية. وتستمر خدمة الحراسة التي تقدمها جرارات في إدارات ضواحي عدي قوتخلو وقرطاطا وترامني ومرب وشكتي وعد شريفتو وزاولا وعد بازغا وماتكلا ومادرو وعد نهباي وعد بزاهنس وغيرها. وعرب مزارع ضاحية مرب عن امتنانه لمؤسسة المواشي والقلال لإنجاز عمليات الحراس بتكلفة 175 نقفة للساعة الواحدة. وأوضح أعضاء مؤسسة المواشي والقلال أن البرنامج الذي بدأ في شهر مارس من العام الحالي يعطي الأولوية لأسر الشهداء ومنتسبي قوات الدفاع والمحتاجين في المقام الأول. وأضاف المصدر أن مؤسسة المواشي والقلال تقدم خدمات الحراسة جميع المحاصيل للمزارعين في مديرية دباروا مقابل رسوم رمزية. ارتفعت معدلات حوادث الدراجات الهوائية في إقليم عنسبة بشكل عام ومدينة كرم بشكل خاص من حين إلى آخر، مما يتطلب اهتمام المجتمع الشامل. وأفاد قائد شرطة المرور بالإقليم الرائد نرايوس أجاي أن حوادث المرور الدراجات الهوائية أسفرت عن 3 حالات وفاة و13 إصابة في الأشهر ال6 الماضية. وحث أولياء الأمور بعدم السماح لأطفالهم لركوب الدراجات الهوائية في الشوارع الرئيسية التي تعتبر من أهم مسببات الحوادث، موضحا أن الدراجة يجب أن يمتطيها شخص واحد لديه دراية كافية بقوانين المرور ومن له القدرة الكاملة للسيطرة عليها. وأشار أن المسببات الشائعة لحوادث الدراجات الهوائية هي السرعة المفرطة وعدم اتباع خط السير وعدم إعطاء الأولوية وترادف الأشخاص في دراجة واحدة والتهاون في صيانة الدراجات وغيرها من الأسباب. وقال أن الهدف الرئيسي لشرطة المرور هو منع الحوادث ويجري العمل على رفع الوعي العام في هذا الصدد. وأضاف الرائد نرايو أن عدد مستخدمي الدراجات في الإقليم يتزايد، وحث مستخدمي الطرق على أن يكونوا جادين بشأن تحركاتهم والالتزام بقوانين السير. تشير سجلات الحوادث المرورية إلى وقوع 189 حادثا مروريا في الإقليم، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 47 بجروح خطيرة و120 بإصابات طفيفة وأضرار في الممتلكات تقدر قيمتها بأكثر من 2 نقفة من يناير وحتى يونيو من هذا العام. اندلع حريق بضاحية أورميلية التابع لمديرية فورو يوم 26 من يونيو، مما أدى إلى تدمير حوالي 5 هكتارات من الأراضي حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإريترية. وتفيد الأنباء أن الحريق الذي اندلع حوالي الساعة 10 صباحا واستمر لساعات تقريبا أحدث خسائر في الأرواح والأشجار وفقا للمعلومات من مركز شرطة مرور وضاحية أورميلي. وقال قائد مركز شرطة مرور شرطة فورو الملازم تخست قبريوة أن سبب الحريق هو سيجارة ملقاة، مذكرا المواطنين بضرورة الحذر عند استخدام النيران والمواقد. توجد حوالي 455 هكتار من الأراضي الزراعية التي تزرع في الموسمين المطريين للسواحل والمرتفعات في أورميلي على بعد حوالي 6 كيلومترات من مدينة فورو. وفي غضون ذلك اندلع حريق لم تكشف مسبباته بعد في أرض زراعية في منطقة غار بضاحية عديش في ساعات المساء من اليوم ذاته بحسب معلومات إدارة مديرية فورو. وبالرغم من عدم وقوع أضرار للماشية والأشجار إلا أن أكثر من هكتارين من العشب احترقت حسب الأنباء الواردة.
تم توزيع ما يقارب 330 ألف نقفة تبرع بها الأهالي وموظفو المؤسسات الحكومية في مديريات ماي عيني وماي منى وسرجقة على عوائل الشهداء. وتبرع موظفو المؤسسات الحكومية في مديرية ماي عيني بمبلغ 45 ألف نقفة، وتبرع طلاب مدرسة قلب عتيد الابتدائية والمتوسطة بمبلغ 7020 نقفة. وتبرع سكان 14 إدارة ضاحية بمبلغ 81,271 نقفة. كما تم توزيع حوالي 90 ألف نقفة تبرع بها موظفي المؤسسات الحكومية، و26,200 نقفة تبرع بها سكان بلدة ميمنة، و12 ألف نقفة تبرع بها أعضاء فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية بالمديرية على أسر الشهداء. بالإضافة إلى ذلك تبرع السيد سناي نقساح السكان ماي عيني ميمنة بمساعدات المادية ل60 أسرة من أسر الشهداء، والسيد نور حسين محمد نور بمساعدات مادية ل10 أسر من أسر الشهداء. وفي الإقليم الأوسط تبرع أعضاء تنظيمات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة للعمال المدنيين ب69,500 نقفة لأسر الشهداء حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإريترية إيرنا. نظم قسم العمل والرعاية الاجتماعية دورة تدريبية لأعضاء لجان التأهيل الاجتماعي في مديريتي مندفرة وصرونة بشأن رعاية المعاقين والمسنين. وأوضح خبير الرعاية الاجتماعية السيد هبطي عند مريم أن التدريب يهدف إلى تمكين المواطنين ذوي الإعاقة الجسدية والعقلية وكبار السن من أخذ مكانهم في المجتمع والاعتماد على أنفسهم. وذكر أنه ينبغي القضاء على التمييز ضد المعاقين ومنح المواطنين ذوي الإعاقة الدعم اللازم للعب الدور الفعال في مجتمعهم. وقال مسؤولو مكاتب العمل والرعاية الاجتماعية في المديريتين أن التدريب يساعد في رفع الوعي العام حول معنى ومفهوم إعادة التأهيل والتطوير القائم على المشاركة المجتمعية. وأوضح مدير مديرية ابن حيلي السيد هسكياس وهبة بأن إدارة المديرية ستسعى جاهدة لتنفيذ برامج التأهيل في إدارات الضواحي حتى يتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من يصبحوا مساهمين في المجتمع. فاز الدراجة مانيل قبرز قبير المحترف في صفوف نادي الليدي تريك بسباق الكيلومتر ضد عقارب الساعة في بطولة إريتريا للدراجات الهوائية للمرة الرابعة في تاريخه وللمرة الثالثة على التوالي. وخاض الدراج فئة النخبة ودون 23 عاما استحقاق الكيلومتر ضد عقارب الساعة لقطع مسافة 36 كيلومترا في مضمار مايد منت بالضواحي أسمراء. وأنهى الدراجة الأولمبية مانيل قبرز قابير السباق في 43 دقيقة و14 ثانية وجزئين من الثانية بسرعة 49.9 كيلومتر في الساعة ليصبح أسرع دراجة إريثي للعام الثالث على التوالي. وحصل الدراجة الأولمبي هينوك ملوبرهان من نادي أستانا الكازاخستاني على المركز الثاني، وموال قرماي من فريق انترمارش البلجيكي على المركز الثالث. وفي فئة دون 23 عاما جاء الدراج موال قرماي في المركز الأول متقدما على كل من هيبرون برهاني سمبل ويافيت ملقيتا من فريق UCI. في فئة النخبة للإناث لقطع مسافة 18 كيلومترا توجت المتسابقة موناليزا رايا من نادي عراق بالمركز الأول، تاركة المركزين الثاني والثالث لكل من برغت في الساحية زميلتها بنادي عراق وسوزان في الساحة الجنوبي. وعادت موناليزا رايا وتوجد بالمركز الأول في منافسات دون 23 عاما متقدمة على سوزان في الساحية وراهيل زرق السناي. وتوجد دراجة الفردي يوهانس خليلو بالمركز الأول في منافسة الناشئين لمسافة 15 كيلومترا متقدما على ناتناتس فالم ونهم فريم أصحاب المركزين الثاني والثالث تباعا. وفي فئة الإناث لنفس الفئة العمرية فازت المتسابقة روزينا برهاني بالمركز الأول، تاركة المركزين الثاني والثالث لكل من أرسيما أندرسين وسيدون هابطوم. وستختتم بطولة إريتريا لألعاب الدراجات الهوائية في 29 من يونيو الجاري بإقامة منافسات المضمار لفئة النخبة ودون 23 عاما لفئة الذكور لقطع مسافة 185.5 كيلومتر بعدد من شوارع العاصمة أسمراء. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. استدعت مديرية القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية احتجاجا على إدلائه بتصريح غير مقبول قال فيه أن إسبانيا تقف في جانب الخاطئ من التاريخ بحسب إعلان رئيس وزرائها بيدرو سانشيز في بروكسل أن قطاع غزة يشهد إبادة جماعية.
وندد سانشيز في بروكسل بالوضع الكارثي للإبادة الجماعية في غزة، ودعا إلى تعليق فوري لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. ورئيس الوزراء الإسباني الذي يعتبر من أبرز الأصوات الأوروبية المنتقدة للحكومة الإسرائيلية وحربها على قطاع غزة دعا إلى إتاحة وصول فوري وعاجل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني، مشترطا أن تتولى الأمم المتحدة إيصال هذه المساعدات. يشارك رؤساء دول الاتحاد الاقتصادي الأوروسي في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوروسي الأعلى في مينسك. وافتتح الرئيس البيلاروسي الذي استقبل الضيوف في مركز مينسك الدولي للمعارض الحدث بكلمة رئيسية أشاد فيها بإنجازات الاتحاد الاقتصادي الأوروسي، وسلط الضوء على آفاق المجموعة كلاعب اقتصادي مهم. ويحضر الاجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو ورئيس جمهورية كازاخستان سادير غابروف ورئيس كازاخستان قاسم غومريت توكيف. ومن المقرر أن يعقب المنتدى قمة الاتحاد الاقتصادي الأوروسي، وتضم مجموعة 5 دول ما بعد الاتحاد السوفيتي. قال وزير الدفاع الهندي أن بلاده تسعى إلى حل دائم مع الصين للنزاع الحدودي القائم بينهما منذ عقود، مضيفا أن نيودلهي بحثت مع روسيا توريد أنظمة الدفاع الجوي S-400 وتحديث مقاتلات سوخوي وشراء معدات عسكرية حيوية. وذكرت وزارة الدفاع الهندية أن سناك أبلغ نظيره الصيني على هامش اجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون أن قضايا الهند والصين يجب أن تحل من خلال خارطة طريق منظمة الانخراط الدائم وخفض التصعيد، وفق ما نقلت رويترز. وأضافت الوزارة أن سيانغ شدد على ضرورة إيجاد حل دائم لترسيم الحدود من خلال تنشيط الآليات القائمة الخاصة بهذه القضية. وأشارت الوزارة إلى أن وزير الدفاع الهندي أكد خلال محادثاته مع نظيره الصيني على ضرورة خلق ظروف حسن الجوار لتحقيق أفضل المنافع المتبادلة. لقى 5 أشخاص حتفهم عندما تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات مفاجئة بولاية شمال باردي شمال الهند، ودمرت منازل على طول مجرى النهر. ولا يزال هنالك أشخاص في إعداد المفقودين، ويخشى أن تجرفهم التيارات. هذا وفي سياق متصل جرفت أمطار غزيرة وفيضانات بعض المنازل بعد ضغط ضفاف نهر برديوس بفنزويلا. وأدت الأمطار إلى زيادة تدفق نهر في ولاية ميريدا بفنزويلا، مما تسبب في فيضانات أثرت على أكثر من 270 عائلة وفقا لحكومة الولاية. عناوين النشرة مرة أخرى: مزارعو دبار وينشطون في الحراسة الجماعية. دعوة لتجنب حوادث الدراجات الهوائية في إقليم عنسبة. إقامة سباق الكيلومتر ضد عقارب الساعة ضمن بطولة إريتريا للعام 2025. مدريد تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلية احتجاجا على تصريح مناهض. بوتين ولوكاشينكو وقادة آخرون في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوروسي. الهند تسعى إلى حل دائم للنزاع الحدودي مع الصين. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.